السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. قصة قصيرة في ذا الجمعة. وحدة أرملة في شنطتها 160 ريال، تقول بشتري لبنتي مريولها محترق، وبشتري دفاتر، وبشتري لعيالي أغراض المدرسة، وبشتري وهي 160 ريال. سبحان الله، حطت شنطتها على جنب، صدت شوية وما التفتت لا ما هي بنا، سرقت. قامت تبكي وانغبنت وتدعي اللي سرقها، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا من حقها أنها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو حتى تدعي. طبيعي أنها تنقهر. راحت الشنطة بما فيها، وهي ما فيها إلا 160 ريال. تراسل خويتها وتعلمها بالموقف وتبكي، وذيك تصبرها تقول لها إن شاء الله خير. خويتها تقهوى في الصالة مع زوجها وتسولف معه وتعلمه بهذا الموقف، وإن الأرملة ذي شنطتها فيها 160 ريال وسرقت الشنطة، وهي من غبنها على 160 ذي إنها كانت تبي تشتري مريول وتشتري أغراض مدرسة، ما تجيبها 160 أبد. فسبحان الله، ألقي في ذهن الزوج إنه يحول لها 1600 ريال. فقال لزوجته عندك رقم حسابها؟ قالت عندي. قالت إني إياه، وياخذ ويحول لها 1600. قالت لزوجته ليش 1600 وش معنى يعني ذا الرقم؟ قال ما أدري، هذا اللي يلقي في ذهني. ثم انتبهوا أن 160 ضرب 10 1600 ريال، الحسنة ب10 أمثالها، وال1600 تجيب مريول وتجيب أغراض مدرسة وتجيب يعني، بينما 160 اللي سرقت ما تجيب. إذن خيرة أنها سرقت؟ اي والله خيرة. هذه تقول ما لقى أحد يسرق شنطتي. كم فيها طيب؟ كان فيها لكان 10 ريال، 5 ريال، تريل، 1 تريل. عاد على طاري قصة سرقة الشنطة، شوف هذه جاه العوض سريع و10 أضعاف. ترى مو بشرط يجيك العوض بنفس اليوم، ممكن اليوم الثاني، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 10 سنوات، وممكن أجر من الله واختبار لك. ترى لا تتعامل مع الله على أن أعطني وأعطيك، ما تمعطيني ما لا. تعامل مع الله على الرضا والصبر، وما جاك من الله حياه الله، جاك عوض زين. أبسأل الشباب، عندي سؤال. طبعا ما بعد شفت سنابي ولا؟ أبو عبد الرحمن الشاعر. مرحبا، يا أهلا وسهلا. مسيكم بالخير. أبو ملوح، ما بعد شفت سنابي توه؟ شب ملوح، والله ما شفته. تمام. التعليق اللي قبل شوي اللي يقول دخل بحسابي 7 مليون، بسأل الشباب سؤال مباغت، والله ما اتفقت معهم. يا شباب، هذا شخص يقول سددت فاتورة حج صدقة لله قيمة 10,000 ريال، ثم رأيت في المنام أنه دخل في حسابي 7 مليون ريال، فهل فيه ارتباط؟ يا ولد ازعجتنا أنت وقراطيسك ذي. هل فيه رابط بين صدقته بال10,000 وبين أنه شاف دخل في حسابه 7 مليون ريال؟ اللي عنده جواب فكروا فيها طبعا، وخذوا راحتكم على أقل من مهلكم. ولا شو تقول؟ صدق سدد فاتورة حج عن شخص قيمتها 10,000 ريال، ورأى في المنام أنه يدخل في حسابه 7 مليون ريال. أول شيء، هل في علاقة ولا ما في علاقة؟ أعتقد أنا في علاقة. تعتقد فيه؟ الحسنة ب7 أمثال إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. ها، فأعتقد هذه مضاعفة حسناته عند الله عز وجل. كيف يعني؟ قيمة الحج سوي ليها حسابيا يعني. أنت تقول 1000 10,000 10,000 في 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، يصير 7 مليون. إذا ضاعف الله في 7 تصير 7 مليون. 10,000 في اضرب الرقم كم؟ أضربه في كم؟ 10,000 أنت قلت قبل شوي في 700. لا، 10,000 7 مليون. نعم، في 10,000. يا سلام عليك. 10,000 في 700، اجمع الأصفار. نعم، قاعدة الأصفار السهلة. أي رقمين فيها أصفار اجمع الأصفار على جنب واضرب الباقي. ف10,000 في 700 7 مليون. طيب سؤال ثاني، ما الدليل؟
على 700. بالنسبة ل10,000 هذا قيمة الفاتورة. حلو. ما الدليل على 700؟ من جبت 700؟ ها اي الدليل هو قبل شوي قال الآية. خلنا نفكر نجيب الآية. يلا يمديكم. سعود الرجال جاوب، عجب الآية. طيب أنت في كل سنبلة 100 حبة. أيوه، والله يضاعف. بس قبلها يعني جيب لي الرقم اللي موجود في الآية، ولا أنت فعلا جبت الآية صح؟ يعني الآية المقصودة قصدي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. حلو. في كل سنبلة 100 حبة. بس وقف. 7 سنابل. أيوة، في كل سنبلة 100 حبة، ف7 في 100 7. 700. اضربها في 10,000 7 مليون. يا سلام عليكم، برافو. حلت. طيب فائدة أو سؤال، لو جاك شخص وقال لك إني رأيت إنه يدخل في حسابي 7 مليون ريال وبس، ما قال لك إنه تصدق في فاتورة ولا 10,000، تقدر أنت تقول له أنت متصدق ب10,000؟ لا مستحيل. هو الصحيح لو إنك فكرت فيها تقدر تقول له، إذا أنت طبعا تفهم في التأويل بتقدر تقول له، لأن تجيبها من الآخر. أنت تقدر تستنبط الرقم اللي تصدق به من خلال هذه الرؤية. يقول لك دخل في حسابي 7 مليون، فأنت عارف رقم 700 من الآية، فوش الرقم اللي نضربه في 700 ويطلع 7 مليون؟ 10,000. فأنت ابهته كذا، يقول أنت متصدق ب10,000 ريال. أحسنت. بيقول لك صح. هذه تقول تصدقت على شايب 50 ريال، 50 بس، ثم شافت انه يدخل في رصيدها نص مليون. طبعا نص مليون 500,000. طيب نرجع للآية. الآية قلنا فيها رقم 700 لأنها 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، ف7 في 100 700. هنا 50 وشافت 500,000، ما يصير نضرب 50 في 700، يجي الرقم أقل. وش الحل معها؟ نكمل الآية. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذه شاء الله لها أن تضاعف 50 100,000 مرة، يعني تضرب 50 في 100,000. مما لاحظته أن المضاعفات أحيانا تكون تضرب في 700 بناء على الآية، وأحيانا تضرب في 10 لأن الحسنة ب10 أمثالها، وأحيانا تكون من مضاعفات نفس الرقم. والله يضاعف لمن يشاء مفتوح، لكنه من مضاعفات الرقم. الرقم 700 ترى ورد في الحديث في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم مضاعف. لاحظوا هنا، خلونا نجيب الحديث ونعلق. كل عمل ابن آدم مضاعف، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نقطة. عدة فوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أنه قال كل عمل ابن آدم مضاعف، يعني مو بس الصدقة. صحيح أنها وردت في الآية، لكن هذا الحديث يعمم المضاعفات وأنها في كل الأعمال، يعني حتى في الصلاة وفي قراءة القرآن كل عمل يعملها ابن آدم لله مضاعف. لكن يختلف من شخص لشخص، حد يضاعف له الله 10 مرات، حد 100 مرة، حد 1000 مرة و700، وحد أكثر من ذلك، مثل ما قال الله والله يضاعف لمن يشاء تحت المشيئة. فاختلاف المضاعفات من شخص لشخص ومن عمل لعمل كلها بمشيئة الله جل جلاله. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه بمناسبة قرب شهر رمضان، الصوم متعدي مرحلة المضاعفة، لأن عمم قال كل عمل ابن آدم مضاعف، وفي النهاية قال إلا الصوم.
الصوم متعدي مرحلة مضاعفة، يعني الصوم عظيم جدا، عظيم عظيم، اختصه الله له، قال فإنه لي وأنا أجزي به. يوسف يقول الله يجعلها خيرة، انسرق مني الأسبوع اللي طاف 4200. ترى ممكن ترجع لك في الدنيا مثل ما قلت لكم، ممكن قريب وممكن بعيد مضاعفاتها، وممكن يدخل في حسابك يعني أجر، ولا هو بشرط تشوف رؤية، لكن يعوضك الله. تبيها في الدنيا ولا تبيها في حسابك، اللي تبيه، بس احتسبها عند الله. الله يسعدكم ويوفقكم. طبعا هذا كلامي مو بتأويل رؤية، لا، هذا تعليقي على التعليق، لأن التعليق صاحب التعليق فاهمها أصلا، وتعليق مفيد ويخص الصدقة وفيها فائدة في التعليق على الآية، استنباط الأرقام منها، ثم الحديث، ثم ختمناها بلمحة كذا في تعظيم الصيام وأنها أعظم من كل عمل مضاعف، فالفوائد تجر بعضها. في تنبيه بس، إن قلنا أن 50 تضاعفت 100,000 مرة، لا، تضاعفت 10,000 مرة. وهنا سبحان الله لفت انتباهي إلى قيمة المضاعفة في صدقة الأول وصدقة الثانية. الشخص الأول تصدق ب10,000 فضاعفها الله 700 مرة، صارت 7 مليون. الأخت الثانية صاحبة التعليق الثاني تصدقت ب50 ريال فضاعفها الله 10,000 مرة، فصارت نص مليون. إذا المضاعفة تختلف من شخص لشخص. الأول ضاعفها الله له 700 مرة وهو متصدق ب10,000، الثانية ب50 ريال ضاعفها الله لها 10,000 مرة. اختلفت المضاعفة واختلف المبلغ، والمضاعفة هذه تحت مشيئة الله جل جلاله، والله يضاعف لمن يشاء، وأكيد فيها سر يعلمه الله في عباده. كل شوية يطلع عليه تعليق ووقف. سبحان الله، صحيح أن الله ضاعف للأول 700 مرة وضاعف للثانية 10,000 مرة. الثانية أقوى في المضاعفة، لكن مع ذلك ما وصلت أجر الأول اللي الله ضاعف له 700 مرة. من ناحية المضاعفة الثانية أقوى، بس من ناحية الأجر الأول أقوى. ليه؟ لأن الأول دفع أكثر، 10,000 ريال، فضاعفها الله 700 مرة صارت 7 مليون. الثانية دفعت 50، مبلغ قليل، فالله من كرمه ضاعفها أقوى من مضاعفة الأول، بس مع ذلك ما وصلت أجر الأول. لكن ترى في ناس صدقوا مبالغ قليلة وضاعفها الله مضاعفة قوية، تعدوا اللي تصدقوا بمبالغ كبيرة. مثل ما قلت لكم، موضوع المضاعفة تحت مشيئة الله جل جلاله. بس إذا بنقارن بين المثالين هذه، فصاحبة 50 أقوى مضاعفة، وصاحب 10,000 أقوى أجر، فصار الأول 7 مليون والثانية نص مليون.